عجله ب 500000؟ عجله ب 500000 دي ب 4500 يا جماعه. ب 40 ده قبل الخصم ولا بعد الخصم؟ 30,000 حسب الموديل. النهارده جبت لكم جوله كامله في عجل مصر، وجايب لكم عرض حصري ليكم انتم، عجله ب 4500 بدل 7000 ب 4500، والعدد المتاح للعرض ده 50 عجله. هتلاقي عجله ب 4500 وهتلاقي عجله بنص مليون جنيه، يعني ما تستغربش الرقم، لان فعلا في عجل بالرقم ده، في عجل غالي جدا. والمكان ده متخصص في العجل. لو انت بتحب العجل ومهتم بيه، الفيديو ده ليك وهيعجبك قوي، وتابع معانا بقى بقيه الفيديو. الراجل العسليه ده اللي هيعملكم استاذ هيثم في عجل مصر. يمكن كتير مش عارف المكان ده، هيعرض لكم جوله كامله في المكان بالاسعار بكل حاجه. اديله المايك يا جو. المكان مكانك. انا هسالك سؤال، انا سمعت ان في عجله عندك هنا عامله 500000 جنيه. هي مش موجوده حاليا، بس في فعلا اشاعات. قول لي اشاعات يعني، كمان يقول لي اشاعات. 500,000 في عجله 500000؟ اكيد في. طب ايه، طب العجل هناك ده عامل كام؟ بص ده فوجي امريكي. اسمه ايه؟ فوجي فوجي. شركه اسمها فوجي امريكا. امريكي، اسمها حلو. امريكي. تمام. ألمونيوم. دي عامله في المتوسط من 18 ل 20,000. دي من 18 ل 20. تمام، بس دي بعد الخصم، يعني في خصومات عليها وعروض دي خصومات لينا احنا بقى. اكيد طبعا. كام في المية طيب؟ احنا قلنا كانت 20,000. 20000. ممكن نخصم 2000 جنيه. يعني دي 18 يا جماعه. تمام. لو انت مهتم بالعجل المكان ده جديدة ليك. بالكامل، ضمان سنة. طب ايه يعني، عايزك يعني انت تعرفني ليه سعر العجله كده غالي يعني؟ طبعا الماتيريال بتختلف. الخامات ألمونيوم بالكامل غير لما تكون حديد. الألمونيوم أغلى من الحديد وأقوى ومش بيصدي وخفيف. مش بيصدي وخفيف. وصناعة طبعا أمريكي. دي صناعه امريكا يا جماعه. تمام. وكل الماتيريال هنا رقم واحد. بصوا يعني مثلا أنت بتجيب عربية مرسيدس غير لما تجيب هيونداي، غير لما تجيب لادا. كل عربية لها الكلام بيختلف يعني. بالظبط. دي ب 18000 بدل 20000 بعد الخصم. يعني جبنا لكم خصم كام؟ 2000 جنيه بحالهم. دي ايطاليا يا جماعه. كربون بالكامل الثلاثة دول. معلش يعني ايه كربون؟ يعني اعذر جهلي. كربون فايبر، المعدن بتاعها كربون فايبر. ده بيتعمل بيه العربيات الفراري صح كده؟ والكلام ده كله. دي ايطالي هنا، صناعة ايطالي. دول بيعملوا 80,000. 80000 جنيه. ودي بتعمل 50. 50000 جنيه. ودي فوجي ماكس ألمونيا مع كربون فايبر. فرحني بقى، دي بكام؟ دي ب 40. ب 40؟ ده قبل الخصم ولا بعد الخصم؟ لا بعد الخصم. بعد الخصم ب 40؟ أيوة. لا هتودينا فين تاني يا استاذ هيثم؟ بس المكان هو الديكور ذات نفسه، يعني الديكوريشن. دي تريك أمريكي. دي تراك امريكا. تمام، فول كربون عاملة 80 برضه. دي 80000. يا ما شاء الله. تريك طبعا اللي مجرب عجل وعارف العجل عارف يعني ايه تريك. تريك. طب دي 80 بعد الخصم؟ أمريكي. بعد الخصم ب 80. انا والله مش عارف. انا عايز اقول بس معلومه قبل ما نكمل. ايوه. احنا شركه عجل مصر. دي شركه ترخيصيه للتجاره والهندسه. تمام. ده فرع من فروع الشركه. هي عندها كام فرع في مستوى الجمهوريه؟ ليها فروع ياما، بس انشطه تانية غير العجل. العجل نشاط من ضمن الانشطه. هو هيثم صاحبي على فكره، عشان الناس تبقى عارفه برضه، وهو قايل ان صاحب المكان مهتم بالعجل، حتى هو ما بيدورش على مكسب. يعني الباشمهندس محي والباشمهندس مصطفى اصحاب الشركه هم حابين العجل وحابين المجال نفسه. بص كده الخوذات. هنا دي خوذ امريكي. دي امريكا يا جماعه، صناعه امريكيه. بس هي خفيفه قوي. ودي ايطالي. دي خفيفه، انا حاسس ان هي خفيفه. دي ايطالي. اللي فوق ده اللي في البوكس بتاعه ده امريكي. يعني انت عايز تفهمني دي لو وقع بيها لا قدر الله هتنقذه؟ انا حاسس ان هي خفيفه. لا هي خفيفه عشان الحمل على الراس ما تبقاش متعب. انا في حد بيقول لي ما اعرفش المعلومه دي صح ولا لا، بيقول لك ان كل ما تبقى تقيله كل ما تبقى خطر، لانك انت واثق اللي بتاخد الصدمه. المفروض هي اللي تاخد الصدمه فتتكسر. بص بطيخه دي يعني حاجه كده وهم. 1200 دي. لا بص دي اللي هي النوع ده. النوع ده. نوع كيس. في عجل بقى ده عجل سيتي. ايه عجل سيتي ده بقى؟ سيتي يعني واحد نازل انا يتمشى. شوف في ايطاليا العجل ده شويه. وهولندا. ده واحد نازل يتمشى ساعة ساعتين ويرجع براحته. بكام بقى العجله دي؟ ده فرحني. صناعة أمريكي عامل بعد الخصم 16. دي ب 16 بعد الخصم. فيها 7 سرعات وألمونيوم بالكامل. 7 سرعات وضمان سنة انتهاء الصناعة.
في الحريمي لونه احمر والسيلفر رجالي. بصوا العجله عامله ازاي، هو العجل بيتكلم بصراحه، بيكمل باقي الجوله بتاعتي. وده ايه ده بقى؟ ده شغل تاني، ده ماونتن، ده 10 سرعات ألمنيوم بالكامل. ده براند اسمه ستورم. اسمها ايه بقى؟ ده صناعة صيني بس رقم واحد. قول لي بقى السي دي بكام؟ الصيني عندي 3 أنواع، حلو. الستورم والفيفا والفولكس. دي ب 10. دي ب 10 تمام. بعد الخصم 10. قبل الخصم أنا بديك 12. الأسعار بعد الخصم. كل ده كل الاسعار دي بقى بعد الخصم يا جماعه. ودي ب 11. دي ب 11. تمام. حلو. والفولكس عاملة بعد الخصم سعر أنت أول مرة هتسمعه. انهي واحده؟ دول. دول. هتفرحني ولا هتقول لي ايه بقى؟ أنا مش هفرحك، أنا هذاكرك. هتفاجئني. دي نازلة بعد الخصم 4500. دي ب 4500 وألمنيوم بالكامل. و10 سرعات و2 مساعدين فرامل. الجزء ده ايوه. عجل اكس دي اس. ده امريكي اكيد؟ تحت ولا ده استرالي. استرالي. كله فوق وتحت. اللي فوق كله كده اكس دي اس. في عندنا البناتي ده بيعمل 14000 و15. يا ما شاء الله 14000 يعني. بصوا يا جماعه بالكامل. ده بعد الخصم. 10 سرعات. طبعا قبل الخصم كام بقى لسه؟ ايه؟ قبل الخصم كام؟ احنا عاملين خصم 2000 جنيه على كل عجله. فالاسعار دي بعد الخصم. بس انا شداني العجله اللي هناك دي. ده عجل فوجي امريكي الجزء ده كله. الاسعار فيه ب هو ما بيعرفش يشوف، 22 خلي بالك حازم مالك. وفي ب 30000 حسب الموديل. ب 4500 يا بلاش. طب طلعوا لي ناس والله مع المبيعات تستاهل. العجله دي 4500 صح؟ بصوا العجله يا جماعه. طب يعني ما ينفعش اجرب؟ تعال هات. دي مقاس 29 يا جماعه اكبر ناس ب 4500. بصوا يا جماعه دي منتجة جدا. دي ب 4500 بعد العرض. عرض خاص لمده قد ايه؟ نفسك كمان كم عجله عندك؟ يعني في الحمد لله. يعني قول 30 40 عجله؟ ممكن 40 عجله بس متاحه. ورقم استاذ هيثم ممكن تقوله للناس عشان خاطر رقم استاذ هيثم 010 10 1 3 2 9 7 7. اي حد عايز اي حاجه من العرض بتاعت العجله ده ب 4500 هيكلم استاذ هيثم. عنده 100 عجله عشان برضو الناس تبقى عارفه. 100 عجله مع استاذ هيثم في العرض. العجله دي مقاس 29 للمهتم. طبعا احنا عارفين لو شغلك قريب، لو انت رايح مكان، فبالنسبه لك العجله دي ممتازه يعني. بصوا بالتناس زي ما بيقولوا كده، سرعات اهي. بص كده جو، بص يا مالك. 10 سرعات بيقول لك. هي لا دي 10. 10 سرعات. بص دي كده. بص التفاصيل بتاعتها. دي الخامه ايه بتاعتها بتاعت الالومنيوم برضه. والجشمه بتاعتها شمال. انا عايز اقول على حاجه بس معينه. الصناعه الصينيه على فكره في منها جودات تعدي الامريكيه. بالظبط. والله العظيم بقول لكم. بس في ناس بتاخد درجات. في واحد بياخد درجه قليله وفي واحد بياخد درجه عاليه. حسب التاجر. ده باين عليه الماتيريال بتاعه عامل ازاي. وصاحب المكان بيقول لك هو مهتم بالعجل، مهتم بصحه الناس، حابب ان الناس ان هي تطور، من ان هي تحرك الدوره الدمويه بتاعتها، رجلها تفضل شغاله. عشان العربيات عموما دلوقتي بقت ايه؟ بتخليك تكسل وبكروز زينا كده انا وهيثم برضه نفس الموضوع. النهايه خالص اي حد هيجي العجل مصر يسال على الاستاذ هيثم. قول لهم مكانك فين يا استاذ هيثم بقى؟ تمام. احنا على محور المحموديه اسكندريه، محرم بيه بجوار كوبري العمده. على فكره والله العظيم انا ما كنتش عارف ان المكان ده بتاعي. تمام. مكتوب عجل مصر ترتوسيه، مش فاهم. انا كان جه في دماغي ترتوسيه وانت عارف بتاعت محمصر. لا هم الاول يعني انت فاهم. فانا قلت ايه ده؟ طب ايه علاقه عجل مصر؟ لا شركه. A few moments later. كلمني اخر حاجه عن العجله ام 500000 جنيه اللي انت قلت لي عليها. دي عجله بتبقى فول كربون. تمام. بتتصنع مخصوص ليك انت. يعني الشركه في ايطاليا او في امريكا تمام بنبعت ليها مواصفات جسمك، وزنك، مقاس الحوض، تمام، ابعاد رجليك، تمام، مقاس الفخده، طولك، معقوله؟ وبتتصنع مخصوص خاصه بيك انت. دي تكلفتها كام بقى؟ في رينج ال 500000. دي اغلى عجله في مصر متهيألي. ويعتبر على مستوى العالم انضف عجله. لان هي نوعها ايه؟ في تريك، شركه تريك. في شركه ويلر تريك في امريكا. النهايه خالص اي حد هيجي العجل مصر يسال على الاستاذ هيثم. نقول لهم السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامه، شرفتوني. مع السلامه.